انا همشي على الدايت الاول اخس، بعد كده ابقى انزل اتمرن. تيجي تقف على الميزان تلاقي لسه الوزن زي ما هو او خس حاجه بسيطه. هو الاكل الصحي هيفرق معاك جدا ويخلي صحتك احسن، ان عدد الخلايا الدهنيه في جسمك بيبقى ثابت. اهلا بكم في حلقه جديده النهارده على اليوتيوب. واتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن 10 خطوات صحيه وفعاله لخساره الوزن. هنتكلم النهارده عن 5 خطوات، 5 اخطاء تتجنبهم تماما وانت ماشي على اي دايت او انت بتحاول تخس وتخسر وزن. والخمس غلطات دول متكررين بشكل كبير جدا ومعظم الناس بتعملهم، وانا نفسي كنت بعملهم قبل كده، فهنتكلم عنهم النهارده بالتفصيل ونحاول نتجنبهم. واول غلطه معانا هي التركيز على الميزان ورقم الوزن. الموضوع ده متكرر بطريقه رهيبه، وناس كتير بتتوزن، مش اقول لك تتوزن كل يوم، في ناس بتتوزن بمرتين وثلاثه في اليوم، بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء وقبل التمرين وبعد التمرين. فعلا ده بيحصل. والفكره بقى ان ناس كتير بتكون عامله نتائج حلوه جدا بس رقم الميزان بيبقى لسه ثابت. طب ازاي الموضوع ده بيحصل مع كله؟ الموضوع هنا بيرجع لحاجتين. اول حاجه ان لما تبدا تمشي على دايت وتبدا تخس وتخسر دهون، اللي بيحصل ان عدد الخلايا الدهنيه في جسمك بيبقى ثابت، اللي بتخسره هو كميه الدهون اللي موجوده في الخليه نفسها. فبالتالي الخلايا لما تخسر دهون كتير والعدد ثابت، الجسم بيحاول يعوض اللي بيحصل هنا، فالخلايا نفسها بتبدا تخزن ميه مكان الدهون اللي الجسم فقدها. فبالتالي تيجي تقف على الميزان يبقى باين عليك خاسس وجسمك فيه فرق حلو قوي، بس لسه على الميزان الرقم ثابت. بس ما تقلقش، مع الوقت والاستمراريه على الدايت بتاعك والتمرين، الميه الزياده دي بتنزل ووزنك بيبدا يقل. وتاني حاجه ان انت لما تكون بتتمرن فانت نسبه عضلاتك طبيعي بتزيد ودهونك بتقل. تيجي تقف على الميزان تلاقي لسه الوزن زي ما هو او خس حاجه بسيطه. وكمان في حاجه اسمها البادي ويت فلكتويشن. انت وزن جسمك الصبح غير بالليل. انت وزن جسمك بيتغير في اليوم ممكن كيلو او 2 كيلو، سواء كنت لسه صاحي، لسه واكل، لسه شارب، لسه مخلص تمرين، لسه تتمرن قبل ما تنام. فكل وقت من دول وزن جسمك بيبقى متغير حاجات بسيطه. فانت لو قعدت توزن على مدار اليوم كله كذا مره، او حتى لو بتوزن مره في اليوم كل يوم، هتتعقد عشان وزن جسمك يتغير بسرعه. فاحسن حاجه انك تهتم الاول بشكل جسمك واللبس عليك بقى عامل ازاي، ولو بتتمرن اوزانك وادائك في التمرين عاملين ازاي، وصحتك طبعا وطاقتك على مدار اليوم كله. دي احسن حاجه تتابع بيها النتيجه والتطور بتاعك. وتخلي مثلا الميزان تتوزن مره، تثبت يوم كل اسبوع تتوزن فيه، وما تتوزنش خالص في النص، وتتصور مثلا مره كل شهر تتابع بالصور. وتاني غلطه اقول لك عليها النهارده، وهي ناس كتير بتبقى عاوزه تخس بسرعه وتعمل نتيجه بسرعه، فتقلل قوي في الاكل بتاعها وتاكل كميه كالوري وسعرات قليله جدا. الموضوع ده في الاول هتلاقي جسمك خس بسرعه وبان عليه بسرعه جدا، بس بيأثر بطريقه سلبيه جدا على جسمك، وبيخليك بعد فتره تخبط في حته سد ومش هتعرف تخس تاني اكتر من كده. ده غير ان جسمك ذكي جدا، فانت اول ما تديله اكل قليل وتقلل اكلك جامد وسعرات قليله، هو هيعند معاك، هيبدا يقلل من الميتابوليزم بتاعه او الحرق بتاعه، فبالتالي مش هتعرف تخس تاني اكتر من كده. ده غير طبعا انت تبقى جعان، حاسس ان انت مش مركز طول اليوم، طاقتك خلصانه، وحاسس ان مفيش طاقه تعمل اي حاجه وتبقى فاصل، ومش هتعرف تعمل الانشطه اليوميه اللي انت بتعملها سواء كانت شغل او دراسه او اي حاجه بتعملها، وده هيأثر عليك. فبالتالي حاول تنزل بالتدريج. وناس كتير كانت جايه لي برده في الاول وكانت عامله المشكله دي، فكان الحرق عندهم قليل جدا ومش عارفين يخسوا اكتر من كده، ورقمهم على الميزان ثابت ومش راضي ينزل. فبدانا نعمل ايه؟ بدانا نزود الاكل عشان ارجع الجسم لطبيعته وازود الحرق شويه. حتى اول ما شافوا الكميه قالوا لي احنا هناكل كل ده وهنخس، قلت لهم ايوه، وده فعلا اللي حصل. بدانا نزود الاكل ونرجع الجسم لطبيعته، وبعد كده نزلنا بالتدريج. فخليك ذكي شويه في الموضوع ده وحاول تعمل بالانس في الاكل بتاعك. تالت غلطه نتكلم فيها النهارده، وناس كتير بتفكر بالطريقه دي، وهي انك تقول انا همشي على الدايت الاول اخس، بعد كده ابقى انزل اتمرن. عايز اقول لك انت مفوت على نفسك نتيجه كبيره جدا، ومفوت على نفسك فوائد كتير جدا كان ممكن تستفيد منها لو نزلت اتمرنت مع الدايت. عشان اول حاجه وابسط حاجه، لما انت تكون تتمرن وتعمل مجهود عالي، بالتالي مش هتحتاج تقلل في الاكل بتاعك قوي عشان خاطر تخس. تاني حاجه كمان، لما تتمرن عضلاتك بتزيد، وكل العضلات في جسمك لما تبقى زياده بتزود الحرق عندك. العضلات دي بتحتاج طاقه فبتزود من حرق جسمك. يعني مثلا شخصين قاعدين في اليوم في البيت ما عملوش حاجه، واحد عنده نسبه عضلات عاليه جدا وواحد تاني نسبه عضلاته قليله وعنده نسبه دهون، طبيعي مين هيحرق اكتر في اليوم؟ هو ما عملش اي مجهود. اكيد البي ام ار بتاع الشخص اللي عنده عضلات هيبقى اعلى من الشخص اللي عضلاته قليله او نسبه دهونه عاليه. فحاول تتمرن مع الدايت، هتعمل نتيجه احسن بكتير قوي من اللي عملت الدايت لوحدك. وكمان شكل جسمك، انت لما تكون ماشي على دايت بس مش بتتمرن، بالتالي هتخسر مش دهون بس، هتخسر برضه من نسبه عضلاتك، فتلاقي شكل جسمك مش لطيف، او كان ممكن يكون احسن بكتير قوي لو كنت اتمرنت ونسبه العضلات اللي عندك زادت. فيا ريت لو تقدر تنزل تتمرن مع الدايت هيبقى افضل بكتير. وطبعا لو انت مثلا عندك اي ظرف مش عارف تنزل تتمرن، طبعا لو هتمشي على دايت بس فاحسن من بلاش برضه.
بس لو تقدر تنزل تتمرن طبعا ما تترددش. رابع غلطه معانا النهارده وهي انك مش بتاكل كميه بروتين كويسه في الدايت بتاعك. لما تاكل نسبه بروتين كويسه وتدخل احتياجك من البروتين، اول حاجه هيقلل من الشهيه بتاعتك وهيزود احساسك بالشبع. ده غير اصلا ان السعرات اللي بتاخدها من البروتين جسمك بيستخدم جزء منها عشان يهضم البروتين ده وهيحافظ على نسبه العضلات الموجوده في جسمك. وبالذات لو بتتمرن فانت حاول تحافظ على نسبه بروتينك في اليوم. مش معنى كده ان بقول لك مثلا كل نص فرخه في اليوم ولا كل 10 بيضات، مفيش الكلام ده. اخر الدراسات الحديثه بتقول لك لو انت شخص بتتمرن وماشي على دايت فنسبه البروتين اللي انت محتاجها بتتراوح من 1.6 لحد 2 جرام لكل كيلو من جسمك. يعني لو انت وزنك 70 كيلو فانت هتبقى محتاج من 112 جرام بروتين لحد 140 جرام بروتين. في الرينج ده هيبقى مناسب ليك. خامس غلطه معانا النهارده وهي ناس كتير بتعملها برضو، ان هم فاكرين ان هم بياكلوا اكلهم كله هيلسي ومش حاسبين الكميات، فاكرين ان كده هيخسوا. جسمك بيتعامل بمعادله واحده وطريقه واحده. عشان تخس وتكسر وزن لازم السعرات في اكلك تكون اقل من السعرات اللي انت بتحرقها. فبالتالي مهما اكلت اكل صحي بس سعرات الاكل ده عدت اللي انت بتحرقه، جسمك مش هيخس. هو الاكل الصحي هيفرق معاك جدا ويخلي صحتك احسن، واصلا سعراته مش كتيره زي الاكل اللي مش صحي، بس برضه يفضل تحسب السعرات الحراريه الموجوده في الاكل ده وتقللها عن السعرات اللي انت بتحرقها. عشان كمان بيبقى في اكل كتير فاكر ان سعراته قليله بس هو بتبقى سعراته عاليه. وفي طرق كتيره جدا لحساب السعرات الموجوده في الاكل اللي انت بتاكله او لحساب السعرات الحراريه اللي انت بتحرقها في اليوم. ولو عاوزين نتكلم في الموضوع ده ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات تحت ونجهزه ونعمل عنه حلقه كامله بالتفصيل. وكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده واتكلمنا عن 5 غلطات حاول تتجنبها تماما وانت ماشي على الدايت او انت بتحاول تخس. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت، واستنوا الحلقات الجايه.